اذا كنت زارع نعناع ووصل معاك للمرحله دهيت انه نشف بالشكل دهوت، خليك معانا عشان اقول لك 3 طرق تكشف بيهم على النعناع اللي بالشكل دهوت، هل هو حي ولا مات، واذا كان مازال حي نعرف نتعامل معاه ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، اهلا وسهلا بحضراتكم مع فيديو جديد من فيديوهات قناة تطبيق ازرع سطحك للزراعة المنزلية. تقبل الله منا ومنكم. احنا النهاردة بنصور في تاني ايام عيد الاضحى المبارك لسنة 2019. ربنا يتقبل مننا ومنكم. هنتكلم النهاردة عن النعناع اللي قدامنا دهوت وازاي هو وصل للحالة السيئة دهيت. والنعناع ده هو نفس النعناع اللي كنت بصوره وصورت فيديوهات للنعناع، طريقة زراعة النعناع وتجديد الزراعة وشماريخ النعناع. حتى الشماريخ اللي هي التقاوي ما زالت هنا هي، بس طبعا نشفت والزرع كله زي ما حضراتكم شايفين حالته سيئة بالشكل ده. أول حاجة أحب أقولها عن النعناع ده النعناع اللي وصله للحالة دهيت مش مرض ولا حاجة. أنا سبته فترة من غير ري، كان غصب عني اضطريت أسيبه الفترة من غير ري، والجو حر طبعا زي ما حضراتكم عارفين. فجيت بعد ما رجعت له بعد الفترة دهيت لقيته وصل للشكل دهوت. ربما حتى دلوقتي بدأ يظهر فيه بعض الأطراف الخضراء. أتعامل معاه إزاي بالشكل ده؟ أشبه هو بالشكل ده، هل هو مات ولا ما ماتش؟ وهنعرف إزاي نعرف النعناع دهوت إن هو ما زال لسه حي وما ماتش. أهم حاجة في النعناع مش الأوراق، أهم حاجة في النعناع الجذور. طبعا مبدئيا ما دام في براعم خضراء، يعني لو النعناع بتاع حضرتك وصل للحاله دهيت ولكن ما زال في براعم خضراء في الاطراف كده وواقفه كده وما هياش دبلانه ولا هي بدات تسود، اعرف ان ان الفروع دي ما زالت حيه. الفرع دهوت جدره ما زال حي، والفرع دهوت والمجموعه ديت، وكذلك الفرع ده على الرغم من ان هو العود نفسه، يعني نلاحظ ان هنا ده برعم اخضر والعود اسود يعني لو البرعم ده مش موجود واللي يشوف العود يقول ده ايه، ده ناشف ومات. ده اول حاجه تخلينا نقول ان النعناع ده لسه ما زال فيه امل. الحاجه الثانيه اللي تخلينا نعرف النعناع فيه امل ولا ما فيهوش، بفرض ان ما فيش ولا برعم اخضر. يعني نفترض ان انا زارع المجموعه دي بس او المجموعه دي بس، ما فيش ولا برعم اخضر، كله اسود. الامر بسيط، احنا بنيجي على اي شجره على فكره بنعرف هي حيه ولا ميته من العيدان. نمسك العود نقطعه نلاقيه، يعني تلاحظوا ان هو ناشف، ده ميت. نشوف عود تاني ميت لحد ما نلاقي اهو. يعني انا قطعت العود دهوت يبقى ده كله ميت. اقطع كده هوت لحد ما الاقي العود اخضر اهو، ما زال ميت اهو، اسود ناشف. نلاحظ ان هو ما اتقطمش، انتنى ما اتقطمش. يعني الناشف بعمله كده بيقطم زي عود الحطب اهو. تاني اهو اعمله كده اهو، ركزوا معايا، بيتقطم. وصلوا قطم اهو، قطم على طول. انما ده عشان اخضر مازال مرن، فمش راضي، حتى مش راضي يتقطع بالصوت. فانا عايز اقطعه عشان تشوفوا بس بعينيكم ازاي الخضر موجود. العود مازال طري مازال طري، ما هوش اسود. اللون الابيض ده طبيعي. هو ربما الفرق ما هوش كبير كلون، ولكن عملية ان هو اهو اللون مش فرق كتير ما بين اللي مات واللي ما ماتش، ولكن بيفرق وانت بتقطمه، هل بيقطم معاك ولا لا. يعني العود اهو هقطمه بيقطم، لما يقطم يبقى مات. طيب كده عرفنا ازاي نحدد النعناع ده مات ولا عايش. وده عن طريق حاجتين، يا اما يكون مطلع براعم خضراء زي دهيت وده تطمنك ما دام البرعم صاحي وحالته كويسه، اروي وما تقلقش. يبقى احنا بنتعامل معاه ازاي؟ دي النقطه اللي احنا لسه قايلينها حالا، ان هي ترويه بس. يعني ارويه واهتم بريه بحيث ان التربه بتاعته ما تجفش، يعني خلي التربه بتاعته دايما مرطبه. ارويه، هو هيشد معاك تاني ان شاء الله في خلال 10 ايام او اسبوعين، هيكون بقى حالته طبيعيه خالص وما عادش المنظر اللي هو ده. يعني هو ده انا رويته حوالي ريتين مثلا بعد ما لقيته مسود، وما شاء الله بدأ يخضر. حتى مهمة لازم تعرفوها، ممكن المجموع الخضراء ده كله ينشف، كل ده ينشف تمام، كله بلا استثناء، ولا براعم خضراء ولا غيره، ولكن الجذور تحت تبقى ايه، ما زالت حية. عشان الجذور حية فهتطلع براعم اهي. البرعم الصغير اللي تحت ده طالع من جدر اهو، كمان واحد
برعم اخضر صغير اهو. ف الكلام ده نعرفه ازاي؟ برضو نعرفه عن طريق ان احنا نخلع جدر. نجيب جدر كده اهوت. لاحظ الجدر برضو نفس الفكره بتاعت الايه، الكشف عن الجدر هي نفس الفكره بتاعت الكشف عن العيدان. هتكسر الجدر، لو اتكسر معاك اتقطم معاك يبقى هو ميت، ما اتقطمش معاك ولقيته طري يبقى مازال اخضر وسيبه. وفي المجمل لو مش عايز تكشف عن الجدر ولا تكشف عن العيدان ولا الكلام ده هوت ومفيش برعم اخضر ظاهر، ارويه كانه حي بالظبط. حافظ على تربته رطبه، والكلام ده لمده 10 ايام. حاجه نبتت من التربه وطلعت براعم خضراء من التربه او من العيدان يبقى هو بالطريقه دهيت حي. يبقى خلاصة الكلام، اما النعناع بتاعك يوصل للمرحله دهيت اكشف عنه يا اما بوجود البراعم الخضراء او عن طريق الكشف عن العيدان وتشوفها بتتقطم ولا طريه معاك، وعن طريق رقم 3 الكشف عن الجذور. اذا مش عايز تعمل الثلاثه ده همت ممكن ترويه وتتابع ريه. وشكرا لحضراتكم، ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه ولايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله.